الموفق من وفقه الله تعالى لذكره، ولذا كان من دعائه صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالذكر والشكر والعبادة تحتاج إلى إعانة من الله تعالى. فمع سهولة الذكر وعظيم أجره وفضله تجد الكثير من الناس للأسف يغفلون عنه، ولا سيما في هذه الأيام الفاضلات، 10 ذي الحجة ويوم النحر وأيام التشريق. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره، سألوا الله العون على ذكره. ففي الذكر يا عباد الله الأنس والسعادة والطمأنينة والأجور العظيمة والفوز في الدنيا والآخرة. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: ما شيء، يقول معاذ: ما شيء أنجى من عذاب الله من ماذا؟ من ذكر الله. الله أكبر. ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله. وقال ابن تيمية رحمه الله: الذكر للقلب مثل الماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء؟ وقال ابن القيم رحمه الله: إن في القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله سبحانه وتعالى، وفيه فاقة لا يسدها إلا ذكر الله تعالى. فالذكر الذي نغفل عنه كثيرا ونتشاغل بأمور مفضولة لا تقارب فضله ولا تساوي أجره ولا تماثل منزلته هو خير الأعمال وأزكاها عند الله. فنحن في تجارتنا مع الله تبارك وتعالى، في سيرنا وسفرنا إلى الدار الآخرة، ومع هذه الأعمال القصيرة نحتاج إلى معرفة أرجح الأعمال وأزكاها عند الله وأفضلها وأجلها، من أجل أن نتشاغل به ونملأ فراغنا وأوقاتنا وليلنا ونهارنا وساعاتنا وثواني ساعاتنا به، لتثقل به الموازين ونهتدي بهدي الله وهدي رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وبذا يتحقق الدعاء العظيم في الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فمن أجل الهدايات بعد التوحيد الهداية إلى ذكر الله تعالى. ومن أجل ذلك نعلم أن من أجل الأعمال التي تبذل فيها الأوقات وتبذل فيها النفوس والمهج هو ذكر الله تبارك وتعالى، وإشغال القلب واللسان وتواطؤهما على ذكر الله تبارك وتعالى. فالذكر أفضل وأجل الأعمال عند الله تعالى، وهو أمر لا يكلف شيئا أيها الإخوة، والموفق من وفقه الله تعالى.